فكرة الخلود في الجنة أو النار فكرة لا أستوعبها حقا. ندخل الجنة ونعيش للأبد ما لا نهاية، حيث لا مرض ولا حزن ولا شيخوخة، ما لا نهاية. هذه الفكرة حقا لا أستوعبها. أكيد سيأتي يوم ونمل من هذه الحياة الأبدية. أخي المشاهد، أختي المشاهدة، إذا كنت تفكرين أو كنت تفكر بهذه الطريقة، دعني أقول لك فإنك على خطأ. قبل البدء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا على الاستمرار. البعض قد يتساءل: ألن نمل من العيش إلى الأبد في الجنة؟ ألن تفقد الأشياء قيمتها عندما تصبح بلا حدود؟ لكن مهلا، ماذا لو كان هناك فرق شاسع بين الخلود في الدنيا والخلود في الآخرة؟ في الدنيا نحن نمل لأن الحياة محدودة، لأننا نعيش وسط الابتلاءات، لأن قدرتنا البشرية محدودة. أما في الآخرة فالحياة مختلفة تماما. الجنة ليست مجرد امتداد للحياة الدنيوية، بل هي عالم آخر حيث لا تعب، لا ضجر، لا ملل، بل سعادة متجددة ومتعة دائمة وقوى لا تفتر. في الجنة كل يوم متعة جديدة، كل يوم سعادة جديدة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لا يمسسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. سورة الحجرات الآية 48. أي أن أهل الجنة لن يعرفوا التعب أو الضيق ولن يرغبوا بالخروج منها أبدا. إذن الخلود ليس كما نتصوره بعقولنا المحدودة، بل هو أعظم وأجمل مما نتصور. فالملل شعور بشري دنيوي، لكنه لا وجود له في دار النعيم الأبدي. إذا شاهدت الفيديو إلى هذا الحد، أسأل الله العظيم أن يحقق لك أحلامك ويرزقك حسن الخاتمة ويحشرك مع النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تريد زوجة صالحة، أسأل الله العظيم أن يرزقك الزوجة الصالحة التقية النقية. إذا كنت أختي المسلمة تريد الزوج الصالح، أسأل الله العظيم أن يرزقك الزوج الصالح التقي النقي العفيف. وأحبكم في الله، والسلام.